الإنسان دائما يحب أن يقول ويتكلم ويتحدث بما في نفسه، وعندما أقول الكلام أعبر اعتقادي عن الأغلبية الساحقة في هذه البلاد، الأغلبية الساحقة كما أعرفها وكما هم أنتم إن شاء الله. فلا أقبل أن أحد يتهم مواطن بهذا كذا أو هذا كذا. اجتهدوا واعملوا واجعلوا نصب عيونكم مصلحة دينكم، بلادكم، عروبتكم، وطنكم. إذا لم نصلح وطننا، إذا لم نتفانى في خدمة وطننا، ووطننا يستاهل من الخدمة، لن نصلح الآخرين إطلاقا. ابدأ بنفسك ومن تعود. إذا لم تصلح بيتك كيف تصلح بيت أخيك؟ فأنا أدعو كل مواطن أن يستعيد في ذاكرته ما كانوا عليه الآباء والأجداد وما نحن فيه الآن. نعم نحتاج أشياء، نحتاج تطوير، نحتاج أشياء كثيرة، لكن لا ننسى واقعنا كذلك، لا ننسى ما لدينا. أنا أعرف مثلا، ودعوني من التسمية، أحد الدول قامت فيها حركات معينة وحركة معينة، وتحدث معي أحد المعارف وأصدقاء هذه الدولة، أسأله بشهداء في الحركة، قال إحراق كل شيء ثم بناء من جديد. لماذا؟ لماذا الصالح نبقيه واللي يريد إصلاح نصلحه؟ لكن لا ننسى والحمد لله نعم الله علينا الكبيرة، وأولها نعمة الإسلام، ثم الاجتماع في مثل هذا المكان، أخوان متعاونين على الحق أعوان.